اهلا بيك يا صديقي في فيلم جديد، ومعانا النهارده اول جزء من سلسله افلام فينوم. وفيلمنا النهارده بيبدا بسفينه فضائيه راجعه لكوكب الارض، واللي كانت في مهمه اكتشاف كوكب معين، والطاقم اللي عليها بيكون راجع ومعاه 3 كائنات فضائيه، وده طبعا عشان يعملوا عليها شويه ابحاث وتجارب. ولما السفينه بتدخل للغلاف الجوي لكوكب الارض بيحصل فيها عطل في المحرك، وبتقع في غابه من غابات ماليزيا. وبنعرف ان صاحب المنظمه اللي ارسلت السفينه اسمه ديريك، وطبعا بيكون متابع الطاقم بتاعه من اول ما طلعوا من الكوكب. واول ما السفينه بتقع الفريق بيقدر ان هو يحدد مكانها، وبعد كده بنروح لموقع سقوط السفينه، وبنلاقي ان المكان كله مليان بعربيات الاسعاف والمطافي وكمان رجال الشرطه. وبينجح رجال المنظمه اللي ارسلهم دريك ان هم يمسكوا 2 من الكائنات الفضائيه، ولكن الكائن التالت بيقدر ان هو يهرب منهم. ورجال الاسعاف بيلاحظوا ان في واحد من رواد الفضاء لسه عايش، بس عنده اصابات خطيره جدا ممكن تؤدي الموت، وبسرعه بينقلوه للمستشفى. وفجاه وهم في الطريق بيخرج الكائن الفضائي من جسم رائد الفضاء وبيدخل في جسم الممرضه اللي جنبه، وبعدها بيقتل سواق الاسعاف وبيقلب بهم العربيه. وبعدها الممرضه بتخرج من العربيه، وبنلاحظ ان اصابتها بتتعالج بسرعه كبيره جدا، وده بسبب الكائن اللي جواه. وبنلاحظ ان الكائن عاوز يوصل للمنظمه بتاعه ديريك، واللي بنعرف ان اسمها لايف. وبنلاحظ ان الكائن ده مش مرتاح في جسم الممرضه، فبيتنقل في جسم واحده عجوز، وبتبدا الست دي انها تتغير لما بيتنقل لها الكائن، وكمان بتمشي من غير العكاز بتاعها. وبعدها الكائن ده بيروح على المطار، وبيبدا ان هو يدور على اي شخص رايح لولايه سان فرانسيسكو، لان دي هي الولايه اللي فيها المنظمه بتاعه ديريك. وبيلاقي ان في شخص رايح هناك ومعاه بنته الصغيره، فبيقرر ان هو ينتقل لجسم البنت الصغيره. وبعدها بيظهر شخص اسمه ايدي، واللي بيكون شغال صحفي، وبيكون معاه خطيبته اللي اسمها اني، وبيكونوا عايشين مع بعض في ولايه سان فرانسيسكو. وبيظهر ان اني شغاله محاميه في منظمه ديريك. وبعدها ايدي بيحضر نفسه وبيروح على الشغل بتاعه، ولما بيوصل بيروح يقابل المدير، وبيطلب منه المدير ان هو عاوز يعمل له تقرير صحفي كامل عن المنظمه. وبيظهر ان ايدي مش عاوز يروح يعمل المقابله دي، بس بيقرر ان هو يوافق عشان ده طلب المدير بتاعه. وبعد ما بيخلص شغله بيروح يقابل خطيبته اني، وبيعرفها ان هو يعمل مقابله مع المدير بتاعها في الشغل. وبيرجعوا البيت وبيناموا، وبيصحى ايدي في نص الليل وبيروح يشرب حاجه، وبيلاحظ ان في رساله اتبعتت على الجهاز بتاع اني. فبيفتح الرساله وبيكون خصوص الضحايا اللي ماتوا بسبب التجارب بتاع شركه لايف، وبنعرف انها تجارب غير قانونيه. وتاني يوم بيروح ايدي لشركه لايف عشان يعمل المقابله مع ديريك، وفجاه بيقول له ايدي على التجارب الغير قانونيه اللي هو بيعملها على البشر، واللي بتقتل احيان كتير قوي لموتهم. ولما بيسمع كده بيتصدم، وبيأمر الامن بتاعه ان هم ينهوا التصوير ويخرجوا ايدي بره الشركه. ولما ايدي بيرجع للمدير بتاعه بيلاقيه متعصب جدا، وبيعرفه ان اللي هو عمله ده مع ديريك دوت ممكن يخليه يقفل الشركه بتاعتهم. وبعدها بيعتذر المدير بتاعه وبيرفضه من الشغل. وبعدها بيروح لإني الشغل بتاعها، ولما إني بتشوفه بتبدا ان هي تهزقه لانه استغل علاقتهم وفتح الرسائل الخاصه بيها. وبسبب اللي هو عمله دوت ديريك بيرفدها من الشغل بتاعها، وبتعرفه انها مش هتقدر تكمل معاه، وبتديله الخاتم بتاعه وبتسيبه وتمشي. ولما بيجي الليل بتوصل العربيات اللي فيها الكائنات الفضائيه، وديريك طبعا والفريق بتاعه بيكونوا مستنيينهم. وبعد فتره بتبدا المنظمه ان هي تعمل التجارب بتاعتها على الكائنات ديت، وديريك بيكون بيشرف على التجارب ديت بنفسه، وبتكون معاه المساعده بتاعته اللي اسمها دورا. وبتكون التجارب عباره عن انهم يدخلوا الكائن الفضائي دوت على ارنب ويشوفوا النتائج التجربه، وبيلاحظوا ان الكائن الفضائي بدا ان هو يستقر في جسم الارنب. وبعدها ديريك بيأمر المساعده بتاعته انها تبدا تجارب على البشر، وبيعرفها ان هو لو قدر يخلي الكائنات ديت تستقر في جسم البشر هيقدر ان هو ينقل البشر لاي مكان في المجره. فبنلاحظ ان دورا مش عاوزه تعمل التجارب دي لانها بالشكل ده ممكن تموت الاشخاص الابرياء المتطوعين، بس بتضطر انها توافق عشان ديريك ما يأذيهاش. وبعدها بتبدا التجربه، وبيدخلها اول شخص لغرفه التجارب، وبيفتحوا الانبوبه اللي بيكونوا حابسين فيها الكائن دوت، وبيبدا الكائن دوت ان هو يدخل جوه جسم الشخص المتطوع. وبيلاحظ الفريق بتاع ديريك ان الكائن مش مستقر في جسم الشخص ده، فبيطلب منهم ديريك ان هم يجيبوا المتطوع اللي بعده. فبنلاحظ ان دورا حاسه بالذنب بخصوص الاشخاص دول. وبنرجع لايدي اللي بقى انسان عاطل ومش لاقي شغل، وبيحاول ان هو يهدى اعصابه، وفي نفس الوقت يحاول ان هو يحسن علاقته مع اني ويعتذر لها، بس اني مش بتقبل اعتذاره. وبعدها بينزل الشارع وبيشتري جورنال من صديقته الفقيره ماري. وبعدها بيرجع البيت، وتاني يوم بينزل يشتري الجورنال بس مش بيلاقي ماري، فبيدخل السوبر ماركت عشان يشتري شويه حاجات. فبتقابله الدكتوره دورا، وبتعرفه انها بتشتغل في شركه لايف بتاعه ديريك، وبتديله الكارت بتاعه وبتطلب منها ومنهم يتكلموا مع بعض شويه، بس ايدي مش بيكلمها وبيسيبها وبيمشي. بس دورا بتجري وراه بتوقفه وبتعرفه ان ديريك فعلا بيعمل التجارب ديت على الناس الابرياء وبيخاطر بحياتهم، وكمان الناس دي كلها بتموت. وبتطلب منه ان هو يجي معاها المنظمه ويصور كل الادله اللي بتثبت ان ديريك مذنب وينشرها في الصحافه، وبكده الشرطه تقبض عليه. وايدي بيقول لها ان هو خسر حياته كلها بسبب ان هو عمل مقابله مع ديريك، وبيطلب منها انها تدور على اي حد تاني يساعدها. وبعدها بيسيبها وبيروح عند بيت اني، وفجاه بتيجي اني وبتكون معاها خطيبها الجديد واللي بنعرف ان هو اسمه دال، وبيسلم على اني وبيسيبها وبيمشي. وبيروح يقف قصاد المنظمه بتاعت ديريك وبيفكر في الكلام اللي دورا قالته له، فبيقرر ان هو يطلع الكارت بتاعه ويكلمها، وبيعرفها ان هو يساعدها ان هم يفضحوا ديريك. ولما بتجيله بتاخده وبتروح على الشركه، وبتعرفه على الكائنات الفضائيه اللي موجوده في المنظمه، وبتعرفه ان ديريك كمان بيخطف الناس الابرياء وبيعمل عليهم تجارب غير قانونيه. وكمان بتعرفه على المشروع بتاع ديريك، وهو انه عاوز يخلي الكائنات دي تتكيف في اجسام البشر، وبالشكل ده يقدر ان هو ينقل البشر على اي كوكب في المجره. وبعدها بتفتح له باب المختبر وبتطلب منه ان هو يدخل لوحده، وهي هتروح تلهي رجال الامن.
وايدي لما بيدخل المختبر بيبدا ان هو يصور كل حاجه بتثبت ان ديريك مذنب وانه بيعامل البشر كانهم فئران تجارب، وبيتصدم لما بيلاقي صديقته ميري اللي كان بيشتري منها الجرايد، وبيفهم ان ديريك خطفها هي كمان عشان يعمل عليها تجارب. فبيحاول ايدي ان هو يخرجها من الغرفه بتاعه التجارب، بس جرس الانذار بيشتغل فبيجيب طفايه حريق وبيكسر الازاز. وفي الوقت ده ميري بتهجم عليه وبتحاول ان هي تخنقه، بس الكائن بيخرج منها وبينتقل في جسم ايدي، وبعدها ميري بتموت. وفي الوقت دوت بيجي رجال الامن وبيحاولوا ان هم يقبضوا على ايدي، بس ايدي بيهرب منهم بكل سهوله وبيكون مندهش جدا من السرعه بتاعته. وبعدها بينجح ان هو يهرب للغابه، بس رجال الامن بيحاولوا ان هم يلحقوه، وده كله بيكون هو مستخبي فوق الشجره. وبعدها بيرجع البيت وبيتصل على دورة وبيقول لها ان هو عارف يصور كل حاجه في المختبر، بس رجال الامن قدروا ان هم يكشفوه وحاولوا ان هم يقبضوا عليه، بس هو نجح ان هو يهرب منهم. وبعدها بيقفل الخط، وايدي بيكون جعان بطريقه مش طبيعيه لدرجه ان هو بياكل كل حاجه واي حاجه بتيجي قدامه، لدرجه ان هو طلع الفراخ من الزباله وبياكلها. ولما بيستوعب اللي هو بيعمله بيدخل الحمام وبيغسل سنانه، ولما بيبص في المرايه بيلاقي عينيه اتغيرت، فبيخاف ايدي جدا وكان بيدفعه على الحيط. وبعدها بنروح لمنظمه ديريك واللي بيكون منفعل جدا بسبب اللي حصل، وبيطلب من رجالته ان هم يعرفوا مين اللي عمل كده. وفي الوقت دوت بيحاول ايدي ان هو يكلم دورة ويعرفها على كل اللي حصل معاه، بس دورة بتعرفه انها مش هتقدر تكلمه دلوقتي لان هي مع ديريك في المنظمه. وايدي بيبدا ان هو يسمع صوت في راسه بيعرفه ان هو جعان، وهو ماشي في الشارع بيشوف اني وهي قاعده مع دان في المطعم، فبيدخل ويقعد معاهم وبيبدا ان هو يوريها كل اللي هو صوره في المنظمه بتاعت ديريك. وايدي بيكون شكله غريب جدا وافعاله وتصرفاته بتكون اغرب لدرجه ان هو بياكل اي حاجه قدامه، واني لما بتحط ايديها على دماغه بتلاقي ان حرارته عاليه جدا. وفي الوقت ده بتيجي مديره المطعم وبتكون هتبلغ الشرطه، بس دان بيترجاها ان هي ما تعملش كده وبيعرفها ان ايدي مريضه عنده. وبيروح ايدي بعدها وبيقعد في حوض السمك، وده لان درجه حرارته عاليه بطريقه مرعبه. وبعدها دان بياخده وبيروح على العياده بتاعته، وده عشان يكشف عليه، وقبل اي حاجه بيعمل له اشعه رنين مغناطيسي، وده عشان يعرف حالته العصبيه. ولما دان بيشغل الجهاز ايدي بيدخل في حاله تشنجات، وبيظهر ان الكائن الفضائي هو اللي بيتاثر بالترددات بتاعه الجهاز. فدان بيوقف الجهاز بسرعه وبيخرج ايدي من جواه، وبيطلب منه ان هو يروح البيت ويستريح، ولما يحس ان هو بقى احسن يكلمه، وده عشان يجي يعمل الاشعه. ولما ايدي بيروح بيكون في حاله عصبيه كبيره جدا، وده بسبب ترددات الموسيقى العاليه اللي بتخرج من شقه جاره. فبيروح له ايدي وبيطلب منه ان هو يوطي الصوت شويه لان الصوت ده عامل له ازعاج، فبيرفض جاره ان هو يوطي، وبيعرفه انها شقته وهو حر يعمل فيها اللي هو عاوزه. فبيظهر الكائن الفضائي وبيكون منفعل جدا بسبب الصوت، فبيخاف الشخص دوت وبيعرفه ان هو مش هيشغلها تاني. وبعدها بنروح لديريك اللي بيظهر ان هو عارف ان دورة هي اللي عملت كده ودخلت الشخص ده المنظمه بتاعته، وكمان اقتحم المختبر. ولما بيسالها عن الشخص دوت بتنكر، ولما بيهددها ان هو هيموت عيلتها كلها قدامها بتضطر ان هي تعرفه، وبتقول له كمان ان هو اسمه ايدي برو. ولما بيستفسر منها بتعرفه ان هو الصحفي اللي عمل معاه لقاء قبل كده واتهم ان هو بيخطف الناس الابرياء وبيعمل عليهم تجارب غير قانونيه. فبيقرر ديريك ان هو يعمل عليها التجربه وبيدخلها لغرفه الكائن الفضائي وبيفتح الانبوبه، وبعد شويه الكائن بيقتلها وبيموت هو كمان. ولما ديريك بيعرف بيكون متعصب جدا لان الكائن الوحيد اللي معاه بيموت، وكمان في واحد منهم هرب واللي هو مع ايدي. وبعدها بيتفاجئ ببنت صغيره داخله على المختبر وبتمسكه من رقبته تنقله الكائن الفضائي اللي في جسمها، وبعد كده الطفله دي بتموت. وبعد كده بنعرف ان الكائن دوت اسمه راين، وبيروح يتكلم مع ديريك على انفراد. وبنعرف ان راين وديريك يعرفوا بعض من زمان، وراين بيطلب من ديريك ان هو يجهز له الصاروخ في اقرب وقت، وده لانه عاوز يرجع الكوكب بتاعه، ومن هناك هيقدر ان هو يجهز الجيش من عشيرته ويقدر ان هو يغزو كوكب الارض. وبنرجع لايدي وهو بيكلم اني واللي بتعرفه ان دان حدد له ميعاد عشان يعمل فيه الاشعه. وفجاه الباب بيخبط، وايد بيسمع صوت جاي من عقله وبيقول له ان هو ما يفتحش الباب، بس ايد مش بيهتم وبيفتح الباب. وبعدها بتدخل رجاله ديريك وبيرفعوا عليه السلاح وبيأمروا ان هو يجي معاهم، فبيخاف ايدي جدا وبيرفع ايديه الاتنين لفوق، بس الكائن اللي جواه بيتخانق معاه وبينزلها تاني. وبيكون ايدي شكله غريب جدا قدام الرجاله ديريك، وفجاه بيضربوا واحد من رجاله ديريك بصاعد كهربائي، بس ايدي مش بيتاثر بيه. وبعدها بيبدا الكائن الفضائي ان هو يتحكم في جسم ايدي، وبيبدا ان هو يخلص على رجاله ديريك واحد ورا التاني وبيهرب من الشقه. وبعدها بتفاجئ ايدي ان في رجاله تاني طالعين من على السلم، فبيرجع بسرعه وبينط من الشباك، والكائن الفضائي بيخرج دراعه وبيقدر ان هو يحمي ايدي من سقوط، وبيقع في شقه تاني قصاد شقته. وديريك بيكون شايف كل حاجه وبيكون فرحان جدا لان الكائن الفضائي اخيرا استجمع مع جسم بشري، وبيامر رجالته ان هم يمسكوا ايدي مهما كلفهم الثمن. بس ايدي بيقدر ان هو يهرب منهم، وهو ماشي في الشارع بيبص على الازاز بتاع عربيه وبيخاف جدا لما بيشوف الشكل ده، وبيحاول ان هو يقنع نفسه انها هلاوس بسبب المتطفل اللي في جسمه. فبيتعصب الكائن جدا لان ايدي وصفه بالكائن المتطفل وبيعلقه في الحيطه، وايدي بيترجى ان هو ينزله. وبعدها ايدي بيلاحظ ان في طياره مسيره بتراقبه وبترمي عليه مقذوفه، بس الكائن اللي جواه بيتحكم فيه وبيقدر ان هو ينقذه، وبيركب الموتوسيكل وبيهرب بسرعه. وبنلاحظ ان الكائن هو اللي بيتحكم فيه، وايدي بيكون بيصرخ من الطريقه اللي هو بيسوق بيها، وبيقدر ان هو يتفادى كل المقذوفات، بس رجاله ديريك بتفضل تطارده. وفجاه بيظهروا من شارع جانبي وبيخبطوه بالعربيه، وايدي عظم جسمه كله بيتكسر، ورجاله ديريك بينزلوا من العربيه وبيكونوا خلاص فاكرين ان هم قدروا يمسكوه.
يحاربوه، ولكن فجأة الكائن بيظهر لأول مرة بشكله كامل، وبيكون رجال الديريك كلهم مرعوبين، وبيهجم على شخص منهم وبياكل راسه، وبيقدر ان هو يخلص على كل رجال الديريك، وبتبدأ الشرطة ان هي تحاصر المكان، وكمان بيحاولوا ان هم يقبضوا عليه، بس الكائن ده بيكسر كل العربيات اللي في المكان، وبيقدر ان هو يهرب منهم وبيغطس في البحر، وبيطلع في الجنب التاني اللي عند الفنار، وبيرجع قادر جسمه الطبيعي، وبنلاحظ ان جسمه كله صحي من الكسور اللي فيه، وبعدها بيخرج الكائن من الفضاء من جسمه، وبيبداوا ان هم يتكلموا مع بعض، وبيعرفوا الكائن دوت ان هو اسمه فينوم، وكمان بيعرفوا ان هم مخلوقات اقدم من البشر، وكمان بيعرفوا ان هم جم كوكب الارض ده من ملايين السنين، وساعتها البشر كانت لسه كائنات بدائيه، وقرروا ان هم يرجعوا لكوكب الارض تاني، وده عشان يسيطروا عليه ويستعبدوا البشر اللي فيه، وهو كان واحد من الفريق اللي هم جايين عشان يتفقدوا احوال كوكب الارض، ولكن هو قدر يتاقلم في جسمه، وكمان حب العيشه على كوكب الارض، وعشان كده هو لازم يمنع ديريك وراين ان هم يرسلوا الصاروخ لكوكبه، لانهم لو قدروا ان هم يرجعوا للكوكب تاني في جيش ملوش نهايه من عشيرته هيجي على كوكب الارض ويسيطروا عليه، وساعتها مش هيكون في وجود للبشر. وفي الوقت دوت بنشوف اني وهي رايحه لايدي، وبتلاحظ ان الشرطه محاصره المكان كله بسبب الدمار اللي عمله فينوم، فبتتصل على ايدي عشان تعرف هو فين، وبيطلب منها ان هي تبعد عنه لانه هو خايف عليها يأذيها وهو مش واخد باله، وبعدها ايدي بيروح للمحطه اللي هو كان شغال فيها، بس الامن مش بيرضى ان هو يدخله، وفينوم بيكون عاوز ياكل راس الفرد الامن دوت، بس ايدي بيرفض وبيخرج بعيد عنه، وايدي بيكون عاوز يطلع لمكتب المدير بتاعه، فبيسيطر عليه فينوم وبيتسلق المبنى من بره لحد ما بيوصل لقمه المبنى، وبيبدا ان هو يعرف ايدي ان كوكبهم جميل جدا، وفجاه بتعدي طياره من فوقيهم، وبسبب الترددات بتاع المحرك بتاع الطياره بيتاثر فينوم بيها، وفجاه بيرجع لشكله الطبيعي وبيقع من على المبنى، بس فينوم بيقدر ان هو ينقذه، وبعدها بيدخلوا المكتب المدير بتاعه، وبعدها بيسيب للمدير بتاعه التليفون، وبيكتب له رساله مضمونه ان التليفون دوت عليه كل حاجه بتثبت ان ديريك مجرم في حق الانسانيه، ولما بينزل بيلاقي ان افراد الشرطه محاصره المكان، فبيظهر فينوم والجنود بتبدا ان هي تضرب عليه الرصاص، بس مش بتخترق جسمه، وبيقطع عليهم الكهرباء في المكان، وبيبدا ان هو يخلص عليهم كلهم. في الوقت دوت بتيجي اني وبتشوف فينوم وهو على وشك ان هو ياكل ضابط شرطه، بس ايدي بيرجع لشكله الطبيعي وبيختفي فينوم، واني بتهرب بسرعه من المكان، بس ايدي بيروح وراه وبيعرفه على كل حاجه، فبتعرفه ان هي هتفضل جنبه لحد ما الامور تتحسن، وبيروحوا بعدها على العياده عند دان، وهم في الطريق بيعرفها ان فينوم بيتاثر بالترددات العاليه اللي بتخرج من جهاز الاشعه، وهو كمان بيتاثر بالتاثر دوت، ولما بيوصلوا عند دان بيبدا ان هو يعرف ايدي ان هو عنده كائن طفيلي في جسمه، وقبل ما يخلص كلامه فينوم بيتعصب جدا من كلامه وبيكون على وشك ان هو يقتله، بس ايدي بتشغل الجهاز بترددات عاليه جدا، وده بيأثر على فينوم لدرجه ان هو بيخرج من جسم ايدي، وايدي بيهرب بسرعه من العياده، وده عشان فينوم ما يرجعلوش تاني، بس فينوم بيعرف ان هو يخرج من الاوضه، وده عن طريق فتحه التهويه، وبيروح بعدها وبيدخل في جسم كلب، وايدي بيكون مستني الاسانسير، وده عشان يروح، ولما الباب بيفتح بيلاقي رجاله ديريك قدامه وبيقربوه بياخدوه معاهم، وفينوم بيكون واقف وشايف كل حاجه، بس مش بيقدر ان هو يساعد ايدي، وده لان جسم الكلب صغير جدا، وفي الوقت دوت فينوم بيشوف اني وبيقرر ان هو ينتقل لجسمها، وبعدها بنروح لايدي اللي بيكونوا مكتفينه، وبيكون ديريك بيتكلم معاه وبيحاول منه ان هو يعرف مكان فينوم، بس ايدي مش بيجاوب عليه، وبيعرف ان هو لو يعرف مكانه برضه مش هيقول له، فبينفعل رايته بيظهر بشكله الكامل، وبيعرف ايدي ان هو يعرف مكان فينوم باي طريقه، وبيامر رجالته ان هم يخلصوا عليه، فبياخدوه للغابه عشان يقتلوه هناك ويدفنوا جثته، فبيظهر فينوم من وراهم وبيخلص عليهم كلهم، واخر شخص بيجي من وراه بياكل راسه واللي بيكون مساعد ديريك، وبعدها بينتقل فينوم لجسم ايدي، وبيعرفوا ايدي ان على كل مخططات ديريك ورايت، وكمان بيعرف فينوم ان رايت مسيطر على جسم ديريك، فبيقول لهم فينوم ان هم لازم يخلصوا على رايت وديريك قبل ما يخرجوا من كوكب الارض، لانهم لو قدروا ان هم يروحوا لكوكبه هيجيبوا جيش كبير جدا ملوش نهايه، وده عشان يسيطروا على كوكب الارض، فبيسالوا ايدي وهو ليه موجود معاه، فبيقول له فينوم ان هو فاشل في كوكبه، وهو لما جه كوكب الارض حس ان هو ليه قيمه هنا، وخصوصا لما قابله لان هو التاني فاشل زيه، وطول ما هم مع بعض هيقدروا يحققوا النجاح، وكمان هو حابب الحياه في جسم ايدي وحابب الحياه على كوكب الارض بشكل عام. وبنرجع لمنظمه ديريك اللي بيجهز الصاروخ عشان يطلع بين الفضاء، وبيبدا يعد التنازل لاطلاق الصاروخ، وبيكون باقي اقل من 5 دقائق، وبعدها بيظهر رايت وبيقتل كل اللي موجودين في المنظمه، وبعدها بيروح بسرعه عشان يركب الصاروخ، بس بيجي فينوم وبيحاول ان هو يوقفه، وبتدور بينهم معركه قويه وعنيفه جدا، وبنلاحظ ان رايت اقوى من فينوم بكتير جدا، وده لان عنده ترسانه اسلحه في جسمه، وبيقدر ان هو يخرج فينوم من جسم ايدي، بس ايدي بيمدله ايده تاني وبيخليه يتحول تاني، بس رايت بيقدر ان هو يدخل فينوم وايدي جوه جسمه، وهنا بتلاحظ ده وبتشغل مكبرات الصوت اللي في المكان باعلى ترددات، وبسببها بينفصلوا هم الاربعه عن بعض، وديريك بينجح ان هو يوصل لرايت تاني، وبيقدر ان هو يقتل ديريك بسيف كبير جدا، وبعدها بيروح بسرعه عشان يركب الصاروخ، وفي الوقت دوت بيرجع فينوم تاني لجسم ايدي وبيخرج السيف الكبير دوت منه، وبعدها بياخده وبيروح يدمر الصاروخ بيه، وبيقدر ان هو يموت ديريك ورايت جوه الصاروخ، وده بسبب شده الانفجار، وفينوم بينفصل عن جسم ايدي وده عشان يحميه من النار، وبعدها بيقعوا كلهم في البحر، وبعد كده بنشوف ايدي وهو قاعد مع اني وبيتكلموا مع بعض، وبيعرفها ان هو ناوي يشتغل كاتب، واول قصه هتكون قصته هو وفينوم، وبيطلب منها
منها انها تسلم له على خطيبها، وهي كمان بتحاول انها تواسيه على موت فينوم، وبعدها بيسيبها وبيمشي. وبنلاحظ ان فينوم ما مات وانه لسه موجود جوه جسم ايدي، وبيعرفوا ايدي ان وجوده ده هيكون سر بينهم ومفيش اي حد يعرف ان هو موجود. وبعدها بيعرف ان هو ما ينفعش ياكل اي حد، وانه بس مسموح له ان هو ياكل الناس الشريره. وبعدها ايدي بيدخل جوه السوبر ماركت، وده عشان يشتري شويه حاجات. ووقتها فينوم بيطلب من ايدي ان هو ياكل الشخص دوت، وده لانه شخص شرير. وبعدها بيروح فينوم وبياكله. وبس كده بيخلص الجزء الاول من فينوم. ولو عاوز تتابع الجزء الثاني ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناه، وده عشان يوصلك كل جديد.